على فكرة، صاحبتك قالت عليكي كلام وحش قوي بعد ما مشيتي. شهد. امم قالت ايه طيب؟ قالت ان هي بتجيبك كده يعني معانا عشان انتي غلبانة وملكيش صحاب، مش عشان يعني هي بتحبك يعني زي ما انتي فاكرة. بس انا ما كنتش عايزة اقولك عشان ما تزعليش. انتي زعلتي؟ اكيد في حد في حياتك كده، في دايما شخص بيقعد يتكلم على الناس وحش ودايما بينقل كلام وبيكره الناس في بعض. اهلا بيكم، انا مريم غنيم من قناة مع بعض. النهاردة هنعرف شوية حاجات عن النميمة والغيبة. اول حاجة هنعرف ان في فرق بسيط بين النميمة والغيبة. النميمة اني اتكلم عن حد وحش بهدف اني اوقع بين الناس، زي ما البنت دي عملت كده، وهي كانت قصده انها تكرههم في بعض. انما الغيبة وهي اني اتكلم عن حد وحش بس من غير هدف. مثلا حد انا متضايقة منه فبشتكي للناس منه، بشتم فيه، بس مش هدفي اني اكره الناس فيه، او مش هدفي اني اوقع بين حد وحد. انا بس متضايقة قوي فعايزة اطلع الغل اللي جوايا. وطبعا في الحالتين التصرف غلط وبيولد الكراهية بين الناس. ومن اسباب الغيبة والنميمة طبعا الغل والحسد، وفي اسباب تانية كتير، زي اني مثلا عايزة صاحب بنت معينة فافضل انم واشتم في اعدائها او الناس اللي هي بتكرههم عشان اقرب منها اكتر. واخر حاجة وهي ان في ناس بتبقى مش عارفة ان النميمة والغيبة حرام وانها بتولد الكراهية اكتر بين الناس، فبيستخدموا النميمة والغيبة لمجرد التسلية مش اكتر. طيب يعني ايه الغيبة او النميمة بيولدوا الكراهية بين الناس؟ وليه ربنا نهانا عنهم؟ تخيل ان انت مثلا حد عمل معاك حركة مش حلوة، وان انت بدل ما تروح تقوله وتحل المشكلة تقوم رايح حاكي لحد تاني خالص المشكلة وتفضل تشتم في الشخص اللي اذاك، فهو كمان يقعد يقولك فعلا ويشتم هو كمان في الشخص اللي اذاك. طب ايه اللي حصل؟ اول حاجة انت هتكرهه، وعشان اللي معاك بيأيدك وبيشتم في الشخص التاني انت هتحس انك مظلوم اكتر، وهتبدأ فعلا تكره الشخص اللي انت اتخانقت معاه. تاني حاجة، الشخص اللي انت رحت حكيت له المشكلة هو كمان ممكن يكره الشخص اللي اذاك، لان بقى شايفك مظلوم وبقى شايف ان الشخص التاني اذاك قوي وانه شخص وحش قوي، فكده ممكن هو كمان يكره الشخص اللي اذاك. تالت حاجة وهي ان الراجل اللي عمال يتشتم ده هو كمان هيحس بالكراهية او هيحس انه متضايق، حتى لو هو معرفش انك اتكلمت عنه وحش، بس احساسك بالكراهية تجاهه او ان انت بتكرهه ده هو كمان هيوصله وهيحس بيه، فهو كمان ممكن يكرهك. فتخيل بقى ان كل الكراهية دي اتولدت بسبب النميمة، وان انت كان ممكن عادي جدا تروح وتتكلم مع الشخص اللي انت اتخانقت معاه او اللي حصل بينكم مشاكل وتحلوها مع بعض وما كانش هيبقى فيه اي مشكلة. طيب تعمل ايه لو انت كنت الشخص اللي بيسمع؟ يعني لو في حد جاي يوقع بينك وبين صاحبك، او لو حد جه يشتكي لك من حد اذاه، لو حد جاي يوقع بينك وبين صاحبك اول حاجة تعملها انك لازم توقف اللي بيعمله، لازم توقفه عند حده وتعرفه ان دي نميمة، وتفهمه انك مش بتحب تتكلم عن حد في غيابه. تاني حاجة، ما تصدقش كلامه وخلاص، لازم اكيد تتأكد من الكلام ده، وما تظلمش حد او تكره حد بسبب اشاعة او حاجة حد جه يقولها لك وخلاص، لان انت ممكن تكره حد بريء ما عملش اي حاجة، او مثلا حصل بينكم سوء تفاهم بس. طيب ده لو حد جاي يوقع بينك وبين صاحبك. طب لو انا حد جه يشتكيلي من شخص تاني اذاه، اعمل ايه؟ اول حاجة لازم تسمعه وتتفهمه، لان هو جاي يشتكيلك وهو متضايق، فما ينفعش تسكته وتقوله انا مش بحب اتكلم عن حد. اسمعه للاخر، وبعدين ممكن تقول كلام حلو، زي ان الشخص اللي اذاك ممكن ما يكونش قصده، ممكن يكون حصل بينكم سوء تفاهم، خلاص المسامح كريم او كده، لكن ما تكبرش الموضوع اكتر. وحاول تهدي النفوس، واقترح عليه ان هو يروح يتكلم مع الشخص اللي اذاه دايركت
عشان يحلوا المشكلة اللي ما بينهم وما يبقاش فيه خلافات. انت طبعا لو عملت كده ربنا هيجازيك خير كبير، لان انت وقفت النميمة وساعدت شخص كان جايلك ومتضايق، وفي نفس الوقت ممكن تكون كمان كنت سبب في انك تصلح بين شخصين متخاصمين. عايزة كمان اقول لكم على حاجة مهمة في الاخر. النميمة واجبة لو هدفها التحذير. يعني ايه؟ يعني لو شفت حد بيخطط انه يأذي حد لازم تروح تحذر الشخص اللي هيتأذي. ما تقولش مثلا انا مالي دي كده هعمل نميمة، لا، ده واجبك. لو حذرت الشخص اللي هيتأذي انه ياخد حذره وياخد باله ان في مثلا مشكلة هتحصل له، انت كده هتكون عملت خير، وكده كده ربنا هيحاسبك على نيتك. يعني لو نيتك انك تفسد بين الناس اكيد ربنا عالم بده، لكن لو نيتك انك تحذر شخص او تصلح بين الناس ربنا اكيد هيكافئك على ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا شير لحد انتوا عايزينه يستفاد زيكم. كمان ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله على قناة مع بعض. باي باي.